هذه أهم نصيحة ممكن تسمعها، إما أن تتغير أو سيتكرر نفس اليوم إلى الأبد. مين فينا الزمن ما بيدس عليه لدرجة ان هو بيبقى نفسه يطلع كل الرايات البيضاء بتاعته ويقول يا جماعة انا استسلمت بس سيبوني حر طليق؟ مين فينا مش كده؟ كل واحد فينا كده، كل واحد فينا بيوصل لمرحلة من اليأس بتكلم كبير وصغير، طالب ومدرس. والله حضرتك اي واحد في الحياة نفسه ينجح، نفسه يحافظ على نجاحه، لازم طول الوقت يفضل مضغوط ويفضل بيمر باختبارات، ويخلص اختباره يعدي اختباره، يخلص اختبار يعدي اختبار، وهكذا. الاختبارات ما بتخلص. لكن طالب ثانوية عامة مشكلته ان ده اول اختبار حقيقي قابله في حياته. فعشان كده بقول لك انشف قوي الايام دي، انشف على قد ما تقدر. ما تجيش تقول انا مطلوب مني اذاكر كام ساعة، اذاكر 4 ساعات ولا 3 ساعات. ايه الحد الامثل للمذاكره؟ مفيش حد امثل للمذاكره. الحد الامثل للمذاكره ده طموح حضرتك يتطلب منك ان انت ما تنامش. عشان هتعرف ما تنامش طب انا مش هعرف. ابذل اللي انت تستطيعه بقى. تقدر تذاكر 5 وده اخرك، ما تعرفش تعمل حاجه، خلصت دروسي وخلصت صلاتي وخلصت الحاجات الاساسيه بتاعتي وبالتالي مش قادر اذاكر اكتر من 5. طموحك ما حدش يخاف على مستقبلك اكتر منك. طب انا اقدر ادوس بنزين بس انا بشعر بالملل وبشعر ان انا مش قادر وبشعر خلاص اللي انا يعني ببقى مخنوق وانا بذاكر، ما ببقاش مستمتع. يا ابني ومين فينا بيبقى مستمتع؟ مفيش نجاح بيطلب باستمتاع. انا بحب التدريس بصفه عامه، لكن وانا بطور نفسي في التدريس ما ببقاش مستمتع، لان هي حاجه تدعو للملل. المذاكره والتطوير اللي هو اجهاد العقل ده شيء يدعو للملل، شيء يدعو لليأس، شيء يدعو للانفجار حرفيا. بس الفكره كلها البقاء مش البقاء لصاحب الصبر. عارفين انتوا قصه عنتره لما عنتره سالوه يا واد يا عنتره يا خلبوس انت جايب كميه الشجاعه دي منين؟ فقالوا له جايب الشجاعه دي منين؟ اشمعنى لو احنا قال لهم مثال، لو انا جبت واحد وعضيته من ايده وهو عضني من ايده، ليه انا بنتصر عليه؟ اشمعنى بنتصر؟ فاكرين من القوه خالص. يعني لو انا جبت ايدك انا عضيتها واديتك ايدي تعضها لي، مين فينا ينتصر؟ فعنتره بيقول لهم لو انا انتصرت ده مش من شجاعتي. امال من ايه يا عنتره؟ قال من صبر. انما الشجاعه بالصبر، النجاح بالصبر. عشان انا صبرت قدرت اصبر اكتر منه. عارف انت لو هو كان صبر اكتر مني كنت انا صوتت وقلت ايديا وجعتني، لكن ده ما حصلش. فعنتره بيعرفنا بيدينا درس هنا، بيقول يا جماعه ان النجاح سواء كان نجاح شجاعه في انتصارات، سواء كان نجاح في امتحان، سواء كان نجاح في حياه، هو صبر. عندك استعداد تصبر قد ايه؟ كل ما تصبر اكتر كل ما نقدر نقول عليك ان انت ناجح اكتر. كل ما تصبر اكتر كل ما نقدر نقول عليك ان انت ناجح اكتر. فيجي طالب يقول لي طب يا استاذنا افرض انا عملت اللي عليا وبرضه ما دخلتش كل اللي انا عايزها. هقول لحضرتك هو انت ليه بتفكر في الهزيمه طول ما انت لسه جوه المعركه؟ يعني انت ليه عمال تتخيل الهزيمه وانت لسه في ايدك سلاح؟ ما تحارب. انت في ايدك دلوقتي اللي انت لسه شغال، لسه بتحارب من اجل هدفك، من اجل مستقبلك. ليه بقى تفكر في الهزيمه؟ ليه عمال تفكر افرض خسرت، افرض كسبت؟ يبقى سيب النتائج دي مش بتاعتي. افرض كسبت وخسرت دي مش بتاعتي، النتيجه انا مش مسؤول عليها. انا مسؤول عليها قدام ربنا. ايه؟ ربنا ما بيعاملناش بالكم، ربنا بيعاملنا بحاجتين، برحمته وتوكلك. اللي انت بتتوكل على ربنا. التوكل ده اللي هو مقياسه ايه يا جماعه؟ بذل ما تستطيع. انت دلوقتي تستطيع تبذل قد ايه فبتبذل، هو ده اسمه توكل. طول ما انت بتبذل يبقى اسمك كده بتتوكل على الله. بس تبذل اللي انت تقدر فعلا تعمله. لو انت تقدر تبذل 10 ساعات ابذل في مذاكره، لو انت تقدر تبذل 12 ساعه ابذل. بس انا بدي مثال، يبقى مفيش مقياس للبذل والسعي. اللي انت تقدر عليه اقدر، وساعتها قصاده هيجي لك التوفيق. يبقى ما تفكرش في النتيجه طول ما انت لسه في ايدك السلاح، ما تفكرش في الهزيمه. انت لسه لحد دلوقتي في ايدك اللي انت تحصل على اللي انت عايزه. ويجي واحد تالت بقى يقول لك يا استاذنا طب انا لو بدات مذاكره دلوقتي ربنا هيساويني باللي بدا اول السنه، مش ربنا عادل؟ طب ازاي بقى ربنا يساويني باللي بدا اول السنه؟ اقول لك طب تخيل بقى اللي انت ما ذاكرتش خالص، ربنا يساويك باللي ذاكر من دلوقتي؟ لا، احنا اتفقنا ربنا ما بيعاملناش بالكم، ربنا مش بيعاملنا بالكم، ربنا بيعاملنا بقدرتنا واستيعابنا. انت تقدر تعمل ايه، لكن رحمه ربنا لازم تتدخل. فرحمه ربنا تتدخل، تمام، ونامل ده. ونحن يقيننا بالله ذلك، يقيننا بالله ان ربنا بيوفقنا برحمته، بعدله، بكرمه، لكن مش بافعالنا. طب انا بقى مطلوب مني اعمل ايه؟ مطلوب مني ابذل ما استطيع. قدرتك انت بقى فين؟ قدرتك على البذل فين؟ قدرتك على السعي فين؟ ده اللي مطلوب منك دلوقتي. يبقى كبر خالص لفكره انا مطلوب مني اذاكر كام ساعه. حطه قدامك هدف، اسعى ليه حرفيا، ما تنامش من اجله، ما تنامش. كفايه 5 ساعات 6 ساعات. تيجي تقول يا ريتني كنت بدات النهارده. والله اخيرا نعمل ايه؟ نصيحه كده، طالب عمال تسالني طب نعمل ايه؟ طب اذاكر كام ساعه؟ الصراحه اذاكر كام ساعه ايه يا ابني؟ ده طموحك ما تاخدش مني عدد. انت ادام ما ينفعش اقول لك 5 وانت يبقى عندك وقت 6 ساعات زياده او ساعتين زياده يعني، وتفضل قاعد كده ما بتعملش حاجه.
ما ينفعش، ما بقاش ينفع دلوقتي. هضغط على نفسي، ما تضغط. طب ما انا كده ممكن انفجر. مش هتنفجر والله، كلنا بنضغط وما ننفجرش. انت مطلوب من حضرتك تضغط على قد ما تقدر عشان تقدر توصل، عشان ربنا يشوفك ضعفك. في حاله ضعف بص يا رب انا بذلت كل ما استطيع، مش قادر اعمل حاجه تاني. احنا عايزين نوصل للمرحله دي، عايزين نوري ربنا مننا ان انا ما عنديش قدره تاني اعملها، مش قادر ابذل تاني، ده اخري. بس ساعتها بقى رحمه ربنا تتدخل، لان ده اخري، مش في ايديا حاجه اعملها. اتفقنا يا دكاتره؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم. بحبكم في الله والله.